لو كملت الفيديو ده للآخر هتفهم ليه تحرير المسجد الأقصى مش حلم، ده وعد رباني قرب جدا يتحقق، وانت كمان ممكن تكون جزء من التحرير ده إن شاء الله. وليه ربنا ذكر المسجد الأقصى بالاسم، وازاي ده أصلا سر زوال الكيان الاستمطاعي. وتخيل إن في سورة في القرآن بتحكي اللي هيحصل بالظبط في زماننا دلوقتي، ووعد ربنا فيها بالنصر وقرب يتحقق قدام عينيك كمان. وفيها كمان معلومة محدش خالص بيركز عليها، وهي المفتاح لفهم اللي بيحصل في غزة والقدس دلوقتي. وفيها إعجاز رباني لتسلسل الأحداث هيدهشك. السورة دي هي سورة الإسراء، وتحديدا الآيات 4 و5 و6 و7. هحكي لك قصة الأربع آيات دول باختصار شديد من الواقع اللي احنا عايشينه دلوقتي. بص يا سيدي، بني إسرائيل أول مرة ما يكونوش فيها مستضعفين كانت في عصر سيدنا سليمان عليه السلام. كان ليهم دولة قوية ولكن بدون فساد، بيحكمها نبي وبينفذ فيها أوامر ربنا سبحانه وتعالى. واحنا عارفين ان كل نبي مسلم وان الدين عند الله الاسلام، فسيدنا سليمان مملكته تعتبر حكم اسلامي قوي جدا. ليه؟ امتلك قوة عسكرية وعلمية وإدارية، ربنا سخر له الرياح والجن وكمان الطير. حكم منطقة واسعة جدا شملت القدس وبلاد تانية كتير، حكم فيها حكم عادل ورشيد. القضاء كان مبني على الحق، استخدم العلم والإلهام في الحكم، أنشأ تحالفات قوية زي تحالفه مع الملكة بلقيس ملكة سبأ، بالإقناع مش بالسيف. خد بقى المفاجأة دي، اللي احنا داخلين عليه بعد تحرير المسجد الأقصى إن شاء الله خلافة إسلامية راشدة، يعني نهاية العالم بحرب عالمية. ده مخططهم هم، إنما وعد ربنا لينا إحنا اتحاد عربي إسلامي قوي جدا جدا وحكمه عادل ورشيد. خلاص كده، لما مات سيدنا سليمان اتقسمت المملكة لجزئين، مملكة الشمال دي ملناش دعوة بيها، ومملكة الجنوب اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في العلو الأول. عملوا ايه بقى علشان ربنا يسلط عليهم عبادا له ذو بأس شديد؟ رجعوا تاني يفسدوا في الأرض، ورجعوا تاني يعبدوا الأصنام، ورفضوا أوامر الأنبياء اللي ربنا بعتها لهم. مش بس كده، ده زاد ظلمهم وفسقهم وتجبرهم زي دلوقتي بالظبط. فالنتيجة كانت بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد. مين العباد دول بقى؟ الملك بختنصر، ايوه هو اسمه كده زي ما انت ما سمعت، ملك بابل اللي هدم مملكة يهوذا الجنوبية ودمر القدس والهيكل سنة 586 قبل الميلاد. طب ازاي ربنا بيقول عبادا لنا ذو بأس شديد وهو اصلا كان وثني وكافر؟ ده من سنن الله في التاريخ. احيانا ربنا بيسخر اعداء امه من الامم لمعاقبتها بسبب الظلم والفساد الشديد، زي ما بالظبط ربنا سلط فرعون على بني اسرائيل قبل الخروج، وسلط بختنصر لهدم مملكة يهوذا. حلو كده، ده الفساد الأول ووعد أولهما في السورة وحصل وخلاص. وبعدين بقى إيه اللي ربنا وعد بيه بعد كده وبيحصل دلوقتي فعلا بقاله 80 سنة؟ ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. ربنا وعد بني إسرائيل إنه هيديلهم فرصة تانية بعد ما سلط عليهم العذاب الأول بسبب فسادهم، ورجعهم تاني للمكان ده وادالهم فرصة جديدة ورجع لهم القوة والنفوذ وزود في أموالهم وكتر عدد أولادهم وخلاهم أقوى من كل الناس اللي حواليهم. المعنى المعاصر والسياق السياسي ده دعمهم بالقوة والسلاح والاقتصاد، وبقوا أكثر عددا تسليحا ونفوذا إعلاميا وعالميا. معايا لحد هنا؟ إن أحسنتم فلأنفسكم وإن أسأتم فلها. ربنا أنظرهم إنهم لو أحسنوا بعد الرجعة الأولى دي ربنا هيكرمهم وهيحفظهم، لكن لو كرروا تاني الفساد فالعقوبة هترجع لهم تاني. وده اللي حصل في الوعد الأول، وده اللي هيحصل في وعد الآخرة إن شاء الله. إيه بقى الجزء الأهم على الإطلاق؟ فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. وعد الآخرة ده مش يوم القيامة، المقصود بيه هنا
هو الوعد التاني بالعقوبة بعد إفسادهم التاني اللي بتشهده دلوقتي الأراضي المحتلة والعالم كله. ليسوء وجوهكم يعني يجعلكم في ذل وهوان، وتظهر علامات الضعف والذل والانكسار على وشوشكم. وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة. الإعجاز القرآني كله هنا بقى. يعني إيه يدخلوا المسجد زي ما دخلوه أول مرة؟ ما هو ما كانش فيه مسجد أصلا ولا كان فيه إسلام. الشيخ الشعراوي فسر الجزئية دي إن سيدنا عمر بن الخطاب هو المقصود هنا بفتحه للقدس، والمقصود بكلمة المسجد هنا هو الجزء ده تحديدا اللي بعد كده هيتبني عليه المسجد الأقصى. وكما دخلوه أول مرة يعني إن ربنا بيقول إن الفاتحين في المرة الثانية هيعيدوا مشهد الفتح الأول اللي حصل على إيد الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. الدخول الأول ده تم إزاي؟ تم بسلم وهيبة من غير قتال داخل المسجد، وكان عمر رايح علشان يفتح مش علشان يحارب أو يغزو، وأمن أهلها. فالدخول التاني اللي بيتكلم عنه القرآن الكريم هيكون بنفس الشكل، عزة وكرامة وهيبة، لكن من غير مذابح أو فوضى. خدوا كمان الإعجاز ده، إن لما نزلت الآية دي ما كانش حصل أصلا فتح إسلامي للقدس. وكما دخلوه أول مرة دي حصلت بعد سنة من نزول الآية دي، بس ربنا قالها في القرآن إنها حصلت خلاص. الجزء اللي بعد كده وليتبروا ما علوا تدبيرا. يتبروا يعني يدمروا تماما كل اللي بنوه علوه من سلطان وهيمنه ونفوذ. دمار كامل مش هيفضل منه أي حاجة. السؤال المهم قوي هنا، إزاي هيكون في دمار شامل لليهود وعلوهم وفي نفس الوقت المسجد هيفتح بدون إراقة دماء؟ كلمة الفتح في القرآن مش دايما معناها حرب وسفك دماء. القرآن نفسه سمى صلح الحديبية اللي ما فيهوش حرب بفتحا مبينا. إنا فتحنا لك فتحا مبينا، سورة الفتح آية 1. فممكن جدا يكون الفتح هو استرداد المسجد الأقصى بشكل سلمي وبعزة وهيبة وسيطرة كاملة، لكن بدون مجازر أو معارك عنيفة جوه المسجد نفسه. الذل والدمار هيكون في مواقعهم، مراكز نفوذهم، جيشهم، إعلامهم، اقتصادهم. والمسجد هيتم فتحه من غير أي مجازر زي ما حصل أيام سيدنا عمر بن الخطاب، فتح القدس من غير ما تنزل نقطة دم واحدة. دلوقتي ممكن تسألني سؤال مهم، انت بتقولي ان وعد الآخرة خلاص قرب وانه خلاص خلال الشهور الجاية دي حقيقة. أنا هقول لك الجواب من مشهد غريب جدا بيحصل قدام عيوننا دلوقتي. اللي فاهم في نبوءات القرآن كويس هيعرف ان ده مش صدفة. البقرات الحمر هم مفتاح النبوءة. عارفين ان اليهود مش مستنيين بناء الهيكل كده وخلاص، لا، عندهم شرط اساسي لازم يتحقق الاول: ذبح بقرة حمراء كاملة ما فيهاش شعريتين بلون مختلف لا شاة فيها. الشرط ده مذكور في سفر العدد الإصحاح 19، وهو تطهير الأمة تمهيدا لدخول الأرض المقدسة وبناء الهيكل الثالث. اللي حصل بقى إن لأول مرة ومن آلاف السنين تم جلب بقرات حمر محققة للشروط دي من ولاية تكساس الأمريكية. تاريخ ولادتهم 2022، وتم الإعلان عن تاريخ ذبحها بعد ما تبلغ 3 سنين، يعني تاريخ ذبحها سنة 2025 السنة دي. امتى بالظبط؟ كان الميعاد المتوقع عيد الفصح شهر ابريل اللي فات. طب ايه رأيك لو قلت لك ان هم ممكن يكونوا ذبحوا البقرة دي فعلا بس مخبيين الخبر عن العالم؟ الحرب مع ايران ممكن تكون غطاء سياسي للخطوة دي علشان يصرفوا نظر العالم كله عن اللي هم هيعملوه. او احتمال يوم عيد الغفران يوم 1 اكتوبر اللي جاي، وده المرجح اكتر. ليه؟ لانه من اهم الاعياد اليهوديه ويعتبر من اعلى فترات الطقوس الدينيه عندهم. بيصوموا فيه 25 ساعه وبيختموا صلواتهم بتفكر عميق جدا قبل الخطوات الكبيره والمهمه. لو كانوا بيفكروا يذبحوا البقره فالوقت ده من قوه الرؤيه والنشاط الروحي ليه هو انسب وقت ينفذوا فيه خطتهم. يعني ده تمهيد واضح لإعلان التطهير وبداية بناء الهيكل، واللي هم فاكرين إنها بداية مملكتهم المزعومة. طب إيه علاقة ده بالإذن الإلهي؟
القرآن قال وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة، يعني ربنا وعد إن المسجد هيتحرر قبل ما هم يكملوا مشروع. المسجد هيتحرر بعزة وهيبة من غير إراقة الدماء جوه المسجد. فهل تتخيل إن ربنا هيسمح بتدنيس وبناء الهيكل؟ لا، ربنا بيهيئ الأحداث دلوقتي علشان يحصل الوعد قبل ما يكملوا مخططهم، وده معناه إن اللحظة اقتربت. كل النبوءات بتتجمع، اليهود رجعوا الأرض وتحقق وعد الرجوع، أفسدوا تجبروا وتحقق شرط الإفساد الثاني، البقرة الحمراء بتاعتهم ظهرت وهم دلوقتي بيستعدوا لمرحلة النهاية. إيه اللي لسه ما حصلش وإن شاء الله هيحصل على إيدك أنت أو أنتي؟ إن الأمة الإسلامية تفوق من غفلتها وتتحد في أسرع وقت ممكن علشان يلحقوا يتجهزوا للحدث العظيم ده. وإزاي ممكن يحصل؟ مش بالسلاح الأول، مش بالجيوش، ومش بالقوة، لكن بالوعي. كل كلمة بتسمعها وتفهمها وتوصلها لحد تاني، كل فيديو بتشاركه، كل حوار بتفتحه، وكل خرافة بتكسرها، وكل شاب بتقوله اصحى، قوم، افهم اللي بيحصل. انت كده بتحرك الأمة حرفيا. وأول طلقة في معارك الوعي مش صوت الرصاص، ده صوت الفكرة. فكرة بتضرب في عمق العقل وبتصحي قلوب وضماير كانت نايمة بقالها سنين. خلي الفيديو ده يكون شرارة، كل مرة يتشاف، كل مرة يتفهم، كل مرة يتنقل. احنا بنقرب أكتر للحظة النصر. وبعدين ايه اللي هيحصل؟ ساعتها مش هتتكلم عن أمة عربية ولا العالم الإسلامي ولا مؤتمر قمة ملوش أي 30 لازمة. ساعتها العالم كله هيقول الاتحاد العربي الإسلامي بقى واقع ومفروض على العالم كله. قوة اقتصادية، قوة عسكرية، وقوة فكرية، وخلافة راشدة على منهاج النبوة، لكن بشكل عصري بأحدث الوسائل وبأقوى التحالفات وبقلوب مؤمنة هي اللي بتقود العالم مش بتتقود. كل اللي باقي إنك تصدق إنك أنت جزء من ده وتبدأ. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامك. مش وعد مني، ده وعد رب العالمين. سلام عليكم.